بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من سن سنة الاعتكاف بفعله. أيها المسلمون، هذه الحالة التي ترونني فيها ليست من إرادتي، بل هي من إرادة هؤلاء الطواغيت الذين اقتحموا بيت الله عز وجل. كنت معتكفا فيه إذ أخرجوني بالأمس، واليوم يخرجونني للمرة الثانية، وقد طوقت نفسي بالسلاسل عند سارية من سواري المسجد، ورغم ذلك قطعوا السناسل وأخذوني بالقوة ورموني كما يرمى الكلب، بل الكلب لا يرمى في بلاد الدول التي تعترف بحقوق الإنسان. أرموني هكذا وقد خلعوا علي ثوبي بكثرة ما ألقوني، فأقول حسبي الله ونعم الوكيل. أبصر الجماهير المغربية التي ما زالت تثق في هذا النظام الذي كشر عن أنيابه ضد الإسلام والمسلمين. وجه خطابي إلى الحكومة النصف الملتحية، إلى بن كيران ومن معه: أي خزي وأي عار، لقد كنا في الحكومات الاشتراكية وما كان يقع لنا هذا. وأخيرا جاءوا ليسوغوا على كل أعمالهم بأن أطبقوا على الشعب بحكومة قالوا إنها إسلامية. والله إننا سنقف أمام الله معهم على كل ذنب ارتكبوه في حقنا وفي حق سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقول لهم: والله لن يثننا عن الرجوع إلى بيت الله إلا السجن أو الموت. والله سأعود غدا ولو قطعت إربا، والله سأبقى مناصرا لسنة نبي عليه الصلاة والسلام ولو كان فيه حد المشنقة. الذين يقولون لي: لا تلقي بأنفسك للتهلكة، التهلكة هي جهنم، هي الذل والعار الذي يعيشه جماهير المغرب، هذه التهلكة. فهمت الآية على غير فهمها. أي تهلكة مثل هذا العار الذي تعيش هذه الجماهير المسلمة. ما زالت الناس تثق. بعضهم يقول لك إنكم تفعلون السياسة. من يفعل السياسة غيرهم؟ كلما جاءت مناسبة أمروا بخطيب الجمعة أن يهلهل ويطبل لهم. من يفعل السياسة على المنابر، أنحن أم هم؟ فسبحان الله، أي ظلم هذا في بلد يدعي دستوره أنه إسلامي وأنه ملتزم بالمذهب المالكي. مالك يوجب الاعتكاف إلا في المساجد، لا يراه في المنازل، ويرى للمعتكف أن يتخذ سترة له في بيت الله عز وجل. فأين مالك رضي الله عنه؟ اقرأوا الموطأ: أم تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. هذه العقيدة اليهود التي آمنتم بها. والله للذين يتذرعون بأنهم يطبقون التعليمات. أقول لك يا عبد الله ويا باشا، والله ستقف أمام الله عز وجل وتتحجج بتعليمات أسيادك. والله سيقال لك، ستقف موقف التبرؤ. يقول الله عز وجل: وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والله عز وجل: حتى يتبرأ منك الذين أصدروا إليك التعليمات. وستقف أمامي أنت ومن فوقك لنتذكر هذه اللحظة. لا تعتقد أنك أذللتني، والله إنه كان من هو أحسن مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلقى عليه الخبث من فوق ظهره وهو ساجد. فأين أنا من تراب رسول الله الذي كان يمشي عليه؟ أين أنا من شعر إبطه صلى الله عليه وسلم؟ فداك نفسي يا رسول الله، والله سأبقى منافعا عن سنتك عليك الصلاة والسلام ما بقي في عرق ينبض. والله لو أقفلتم المساجد وفعلتم ما فعلتم سآتي، وستشتغلون هذه العشر الأواخر معنا بإذن الله لتتعلموا أننا لا نصرخ من أجل الخبز فقط، نصرخ من أجل ديننا، وأننا لن نتعب
ولن نكل ولن نرهق، سنبقى هذه طريقنا، اخترناها بقناعة، سنموت من أجلها، والله سنموت من أجلها. أتعجب ل5 نفر لفتية آمنوا فروا بدينهم إلى بيت الله ترسانة من الأمن، والله لو ذهبتم بها إلى البوليساريو لحررتهم منذ سنوات، ولنقبتم على البترول الذين تدعوننا هناك. لو جيشتم هذه الجهود لفتحتم بيت المقدس منذ زمن بعيد. كفى كذبا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبق فيها أحد يثق فيكم، وكفى أن الجماهير بدأت تصرخ عليكم أي عار وأي ذنب. أقول لكما الذين نفذتم هذه التعليمات توبوا إلى ربكم قبل أن تغرب الشمس من مغربها وقبل أن تأتي الموت إلى حلقكما. توبوا وأعلنوا استقالتكم لعلها تنفعكم قبل لا ينفع ندمكما. توب إلى الله، توب إلى الله. لو كنت في مكانكما لاخترت أن أبيع القصبر والنعناع من أمام المساجد، ولا آتي لأرمي إنسان يعتكف في بيت الله عز وجل. أي ذل وأي عار، أي ذل وأي عار في أناس يدعون. ونكتة طريفة سأختم بها، دخل الباشا وقال لهم سأفعل تحية المسجد كما قال لنا السي سعيد البارحة، وصلى تحية المسجد. الحمد لله أنني قد بلغت وطبق الباشا، الحمد لله. أتمنى في الفرصة القادمة أن يأتي الباشا ومعه استقالته ويدخل إلى معتكف، أتمنى ذلك، ليس ببعيد، ولكن بقية الأمن لم يصلوا تحية المسجد، فأتمنى أن يذهبوا إلى بيوتهم فيندموا فيعودوا غدا إن شاء الله فيصلوا جميعا تحية المسجد، أو ربما كما قال بعضهم تلزمهم الطهارة الكبرى في هذا الشهر المبارك، طهارة من النجس والرجس، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، والله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وأختم بقول الله عز وجل موعظة لهم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أي سعي في الخراب مثل هذا، أي منع لذكر الله مثل هذا. فارجعوا إلى تفسير هذه الآية لعلكم تتعظون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعواي الحمد لله رب العالمين. وآخر كلمة للجماهير المتوافدة هنا: من أجل نصرة نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد أن نتواجد بعد كل صلاة التراويح في هذه العشر الأواخر ونجدد النية لنصرة الرسول، ولو لم نكن نريد الاعتكاف، مجرد أن نبقى في بيوت الله نقيم عليهم الحجة بنصرة لرسول الله. ليس بشرط أن ننوي الاعتكاف، ولكن هنا مقام نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أدعو الجميع أبناء مدينة زايو الصامدة الذين ناضلوا لسنوات أن يهبوا إلى بيت الله مسجد حد الحلال، أن يعتكفوا بعد صلاة التراويح بنية الاعتصام في بيت الله من أجل نصرة سنة رسول الله. أنذاك نكون قد أدينا واجبنا تجاه سنة رسول الله، تجاه نبينا، وأن لا يبقى لنا عذر. لا عذر لأحد، والله لا عذر لأحد، ونبيكم يهان. والله ستقفون أمامه والحوض بجانبه، تريدون أن تغترفوا منه فيقول لكم سحقا سحقا لقد بدلوا. فأخاف عليكم وعلى نفسي أن نخذل نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الذي به فيه بعث. في شهر رمضان بعث نبينا، لو لم يبعث فيها كنا ما زلنا في الظلام، كنا في الضلال مثل هؤلاء المجرمون. لذلك علينا أن نهب جميعا، وموعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة التراويح في هذا المسجد. سنبقى هذه العشر إلى أن تنتهي، ولن نكل ولن نرهق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.